ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده قلت اعمل صينيه كيكه حلوه كده نفطر بيها، نغير بدل ما نعمل فطار وكده. عمت ماما هنا، فقلنا نعمل صينيه كيكه وكوبايتين شاي ونفطر بيها. فهقول لكم بقى المقادير. انا حطيت كوبايه زيت وكوبايه ونص سكر، وما كانش عندي لبن قمت حاطه كوبايه فانتا وثلاث بيضات، وحطيت كيسين فانيليا بعد البيض، وهعملهم في الخلاط بقى. ودلوقتي يا حبايب قلبي نخلت 3 كوبايات دقيق ونص، ونزلت عليهم بكيس بيكنج باودر، وهنزل عليهم بالخليط بعد ما انزل بالخليط. ماشي. ولازم يا حبيبتي تقلبي ناحية واحدة، ما تنزلي بالخليط لازم تقلبي ناحية واحدة بالحاجة. هو الخليط تقل مني، قمت مزوداه بلبن علشان الدقيق كان طلع كتير. فالنور اصلا كان قاعد يطفي ويقيد يطفي ويقيد، ومانيش عارفه اصور لكم التفاصيل. يعني لما حطيت اللبن ما عرفتش اصور لكم البتاع في الاخر، الكيكه في الاخر. ماشي. ودلوقتي جبت صينيه ودهنتها زيت علشان انزل بيها، ودي وحطيتها في الفرن، وبعد ما حطيتها في الفرن طلعتها. ماشي. انا عايزه اقول لكم اللي هي ما ظبطتش مني قوي، بس عشان اول مره اعملها والله يا حبايبي قلت برضو اصورها لكم. انا ما كنتش هصورها بس قلت اصورها لكم، يعني ايه تشوفوها كده. هي اول مره اعملها فما كنتش مصدقه اللي هي تطلع مني برضو كده، ومره في مره هتتظبط مني وتبقى حلوه. دلوقتي بقى كانت طلعت وبوريها لكم. ماما كانت بتوريها لكم، بتفتحها لكم، بتوريها لكم من جوه. هي ظبطت بس مش عارفه لونها بقى ما ظبطش مني قوي ولا ايه. ماما قالت لي مش مشكله، مره في مره هتتظبط. احنا كنا كده واحنا صغيرين، كانت امنا تقول اعملوا وبوظوا، وبعد كده هتبقى منكم حلوه وتطلع ما شاء الله. كانت جميله. اي بنت قدي ومن سني برضو تتعلم، مرة في مرة هتتعلمي. اول مرة طلعت منك وحشة، تاني مرة هتظبط معاكي. وما شاء الله كانت حلوة والله. وبعد ما فطرت قلت بقى اخش اروق ايه الأوضة بتاعتي انا واخويا. ودلوقتي يا حبايبي مسكت الشباك نفضته تنظيفة حلوة، وما شاء الله الأوضة مسكتها برضو روقتها تروقة حلوة. كنت انا قاعدة قلت النهاردة ايه اشتغل شوية كده بدل ماما، ساعد ماما يعني. ودلوقتي بقى كنت بغير الدفايات وهفرش دفايات تانية. مسكت السرير قاعدة انفضه معاكم. ما شاء الله. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح السكر والمانجا والعسل، صباح الرضا، صباح السعادة والسكر الزياد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وكمان مرة وحشتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرم منكم ابدا من سؤالكم علي. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. النهارده روتين جديد، صحينا بدري تغريد عمل صينية كيكة. انتوا عارفين يا حبايبي اللي عمتي هنا اخت ابوي من ريحة الغاليين، قعدت معانا اسبوع والله ما كنا عايزينها تمشي. فضلت قاعدة معانا اسبوع، كل واحد بياخدها يوم، ولاد اخويا يوم وولاد اخويا التاني يوم واختي التانية يوم. ربنا يخليها لنا يا رب وما نتحرم منها ابدا. والوقت تغير روقت الاوضه، مسكت الاوضه ما شاء الله روقتها ترويقه حلوه، وعملت صينيه كيكه. كانت اول مره تعمل صينيه كيك، ما شاء الله هي ما ظبطتش قوي بس حلوه احسن من ما فيش. عمتي فرحت بها والله، قالت لها شاطره يا تغريد الجدعاني. يلا كل اللي زي تغريد يتعلم كده عشان ايه؟ يعمل صينية كيكة حلوة كده. اما تتجوزي يا حبيبتي انت وهي تعرفي تعملي حاجة، تعرفي تطبخي، تعرفي تعملي لجوزك صينية كيكة، صينية بيتزا. تنسوش يا حبايبي كل شوية تصلوا على النبي وتذكروا الله. صلوا على النبي يا حبايبي. ما تنسوش يا حبايب قلب الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل جديد، واهم حاجة اللايك، اللايك يا حبايبي. والله العظيم انتوا وحشتوني، اليومين اللي بتأخر عليكم فيهم في الفيديوهات بتوحشوني قوي. ما عدتش هتأخر عليكم تاني. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. في شعبان وجاي يهلل علينا رمضان، يهل علينا بالسعادة والفرح يا رب. وربنا يقبل بخاطر كل واحدة على قتل تعليق حلو، ربنا يفرح قلبها وما تشوف حاجة وحشة أبدا في عيالها ويخلي لها جزء. وبعدين يا حبايبي دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي يا حبايبي. والوقت تغريد روقت الأوضة، بتنفض في الدولاب وبتنفض في الشباك وبتكنس الوقت، وما شاء الله خلتها فلة. ربنا يخليها لي يا رب وما تحرم منها أبدا. ما تنسوش يا حبايب قلبي تدعي لأبويا والأمي وموتانا أجمعين بالرحمة، وبنتي خالتي ربنا يرحمها وينور قبرها يا رب. حبيبتي ربنا يرحمها، كانت أخت غالية والله. ربنا يصبرنا على فراقها يا رب وما نتحرم.
ربنا يخلي حبايبكم يا رب وما يحرمكم من حد عزيز عليكم ابدا. وبعدين يا حبايبي النهارده رحنا الارض جبنا كرنب وخضره، كان يوم جميل. عمتي بقى قلت لها مش هتمشي، لازم اعمل لك كل حاجه نفسك فيها. والله ما خليتها تمشي، قعدت معانا اسبوع، ربنا يخليها يا رب. وكفايه دخلتها علينا من ريحه امي وابويا، ربنا يرحمهم يا رب امي وابويا. وبعدين تغريد لسه بقى بتروق معاكم في الاوضه، مساحتها وما شاء الله. كان شكل الاوضه، ايه رايكم بقى في الاوضه؟ وخلصنا ولبست وجهزت انا وتغريد عشان نروح ارض الكرنب. ارض الكرنب دي بتاعت مرات عمي، قالت انا عندي كرنب، قلت بدل ما انزل اشتري من السوق، قلت ايه نروح نجيب من الارض. بس ما شاء الله شايفين شكل الطريق والارض. في اليوم ده ضحكت انا وتغريد ضحك. تقول لي يا ماما مش هاجي، قلت لها لا هتيجي معايا. تعالي تمشي وشمي شويه هوا حلوين كده. شايفين الكرنب ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. قلت لها تعالي بقى عشان تصوري وتشوفي الاجواء كده بتاع الاراضي، كمنها ما بتطلعش بره. تعالي يا بنتي تعالي. قالت خلاص يا ماما هاجي. ما شاء الله دي الجامع، وهي بقى عماله تصور في الطريق وقلت بقى اصور لمتابعيني حبايب قلبي اجواء الطريق وبلدنا ما شاء الله. شايفين الزرع، حاجه تفتح النفس. وقعدنا بقى رحنا جبنا الكرنب، ما شاء الله الكرنب كان طعمه زي العسل، عملناه بألف هنا. وقلنا بقى ناخد الكرنب ونشوف هنروح نعمل ايه. الوقت احنا لسه ما روحناش، احنا لسه في الارض. عماله اقول لك الكرنبه دي لا صغيره، انا هنزل الارض وانقي احلى كرنب. هي قالت لي انزلي يا ام تغريد خدي اللي يعجبك. والله العظيم مرات عمي ده الله يبارك لها يا رب ويديها طولة العمر، بقى تقول لي تاخدي دي، اقول لها لا هنقي اشوف. نقيت براحتي بقى. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، بألف هنا. كنت بقى كده بقى ما انتش قادر، وانت مفيش حاجه نطلع بقى. وكانت زارعة فول وزارعة نعناع وزارعة كل وخضرة محشي وكل حاجة. وانا ماسكة الكرنب عمالة اقول لكم شوفوا ما شاء الله، وعمالة تقول خدوا فول اخضر وكلوا، وعمالة تديني فول وتدي التغريد. ربنا يخليها يا رب. شايفين ارض الفول، وانا عمالة الفول كان مسكر قوي، وعمالين ناكل وقعدنا يوم. كان يوم جميل يا حبايبي والله. ربنا يخليكم. شايفين ما شاء الله النعناع ريحته جميلة. وانا بقالك خدي نعناع وخدي خضرة وخدي الكرنب اللي انت عايزاه. والله العظيم انا نزلت لقيت احلى كرنب، عشان انا عارفة في الكرنبة الحلوة اللفة الجميلة ديت. انا اللي نزلت لقيت الكرنب بايدي، وهي عمالة بقى تقطع لي. انا اقول لها عايزة الحتة دي والحتة دي، ما قالتش ليا لا والله. وبعدين يا حبايبي روحنا البيت. اعمل غدا ايه يا عمتي؟ اعمل رز معمر ولا فراخ ولا اعمل الكرنب؟ قالت لي لا انا بحب الرز المعمر. يا عمتي اعمل محشي؟ قالت لي لا انا قاعده معاكم اسبوع، سيب المحشي مره تانية. والوقت بقى لقيت الرز حلو وغسلته وبليته، لازم ابله يجي ساعه في اللبن. ونزلت باللبن وما شاء الله قطعت حته زبده وحطيت شويه زيت صغيرين وحطيت شويه ملح، واديني بقطع معاكم الزبده. شايفين يا حبايبي ام ميدو الله يبارك لها يا رب ويديها طول العمر، جابت لي برطمان سمنه بلدي والله العظيم، اللي هو البقري، سمنه اللي هي الصفرة دي. والله كانت طعم الرز جميل. حطيت بقى السمنه مع الزبده مع الملح. الوقت انا بحط السمنه واسيب الرز يتبل شويه وياخد ويدي بشكل ودي. ماشي يا حبايبي، لازم الرز ياخد ويدي بشكل ودي. وسبته يتبل يجي ساعه. وبعد كده حطيت مية على البوتاجاز تغلي، عشان جايبة فرخة كيلو الفراخ ب95 جنيه. والله العظيم يا جماعة يا حبايبي ربنا يعين كل واحد على حاله. معرفش الدنيا مولعة كده ليه، ربنا يسترها يا رب. جبت فرخة ولما المية غليت نزلت ببصلتين وطماطميتين ورق لوري وحبهان وشوية ملح وفلفل أسمر. وما شاء الله الفرخة كانت جميلة. بألف هنا يا رب لكل اللي كان منها. شايفين وانا عمالة أقلب ما شاء الله. زي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي اللي انا بحب اطبخ الفراخ بحالها زي امي معودتني. كل حاجه امي والله قالت لي عليها كنت بعملها. طبخت الفراخ بحالها والفرخه استوت وطلعتها. ما شاء الله شايفين الشوربه صفرا وحلوه ازاي، ما شاء الله بألف هنا. وبعد الفرخه ما طلعت لازم يا حبايبي تترش عليها على طول ملح بفلفل اسمر على طول. لازم الفرخه وهي طالعه سخنه ترش عليها ملح بفلفل اسمر زي ما انا عملت. وبعد كده
وبعد كده يا حبايبي طلعت سخنت الفرن شويه عشان احط الرز المعمر. شايفين شكل الرز المعمر؟ شايفين يا حبايبي شكل اللبن وهو بيغلي؟ ما شاء الله لبن فلاحي. اللبن ما شاء الله كان سمين وجميل، وشكل الرز يفتح النفس. شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله. وبعد كده هديت على الرز وسبته يجي 10 دقايق يتردد في الفرن، ونزلت بقى عشان احمر واجهز الاكل. والوقت يا حبايبي حمرت الفرخة، بحب اللون السفاري ده. ما شاء الله كان طعمها زي العسل. وهجهز الغدا واديني بقطع الرز معاكم خرط خرط اهو. وكان غدا جميل وحاجة تفتح النفس. تعالوا يا حبايبي، لو انتوا قريبين مني تعالوا اتغدوا معايا، والله العظيم ما بضحك عليكم. الوقت بفرغ معاكم الشوربة دي تشرب حياة. ما شاء الله شكل الشوربة يفتح النفس. وقطعت معاكم الفرخة. ما شاء الله غدا يفتح النفس. ودي كان شكل الغدا معانا، رصيته على الصينية. وهنطلع يا حبايب قلبي نتغدى بره في الصالة. وما شاء الله كان أكل جميل وحاجة تفتح النفس. اللايك يا حبايبي. أتمنى يا حبايب قلبي قناتي تكبر بيكو وتشجع معاكو أكتر وأكتر. ماشي يا حبايبي؟ متنسوش يا حبايبي دايما على طول زي ما أنا قلتلكوا تصلوا على النبي وتذكروا الله. صلوا على النبي يا حبايبي. لو أول مرة تشوفوني يا حبايبي، دي قناتي يومياتي أنا وماما. ويا ريت فيديوهاتنا تعجبكم تكون خفيفة على قلبكم. مع السلامة يا حبايب قلبي، أشوفكم في فيديو جديد. مع ألف سلامة. اللايك يا حبايبي.